لو عايزة أفكار سهلة تنضفي بيها البيت، يبقى هاتي الزعافة بتاعتك وهاتي سلك المواعين وكمان كيس بيكنج باودر وليفة مغربية. أيوة، الليفة المغربية النهاردة هننضف بيها البيت، وتعالوا نشوف النهاردة أحلى أفكار في تنظيف البيت. اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين. وده بقى الفيديو اللي انا كل سنة بحب قوي ان انا اعمله واشاركه معاكم. تنظيفة بقى قبل رمضان، تنظيفة قبل العيد. يعني كل مناسبة كده لما بنعمل تنظيفة حلوة بحب ان انا اطلع منها بافكار حلوة جديدة تسهل عليا التنظيف. هنا بقى اتفاجئت، اياد ابني كان قايل لي ايه وانا بركب بخلع الستاير، قال لي انا عايز حتة معجون اسنان صغيرة علشان انضف بيها في شخابيط على المكتبة. احنا بننضف الشخابيط بمعجون الاسنان. قلت له تمام، روح خد حتة. ببص كده من فوق، لقيته مفضي معجون الاسنان كله على المكتبة. بقول له ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ بفضاه كله على المكتبة. فقلت اصوره لكم. المهم بقى ايه، طبعا شيلته كله، قلت له هننضف بيه بقى اماكن تانية، لو لقينا شخابيط على اماكن تانية ننضفها بيها. وطلعت انا اكمل الستاير. نزلت بقى الستاير بتاعتي، وعايزه اقول لكم ان انا كده عملت يوم من اوله لاخره للتنظيف. يمكن دلوقتي خلاص فاضل لي بقى على الفرش. وعايزه اقول لكم ان انا قبل ما اروق البيت او قبل ما انضف البيت قصدي، روقته من بالليل. جيت بالليل كده خدت تقريبا ساعه في البيت كله. قعدنا بقى انا والولاد نلف كده بسرعه في الشقه، نشيل بقى نظبط كل حاجه، رجعناها مكانها، ما خليناش اي حاجه خالص. يعني مفيش، يعني بصوا، كنت تشوفوا الشقه كده بالليل تحسوا ان هي يعني اصلا نظيفه. خطوه الترتيب دي هي اللي بتبين لك اصلا ان البيت نظيف ولا لا. يعني لو مهما نظفتي بس البيت مش مترتب فمش بيبان عليه نظافه خالص. هنا بقى انا خلعت السلك ده علشان انضفه من الناحيتين، بدل مثلا ايه، الاول كنت افتح الباب وانضف مره من جوه ومره من بره. لا، انا شلته بقى خالص، قلت انضفه كده من ناحيتين من بره كده احسن لي، وكمان علشان لما انضف الباب الازاز يبقى ايه، يبقى اسهل يعني احسن. هنا بقى بدأت. بصوا التراب قد ايه، جنبنا اصلا بيبنوا سور كده ناحية القطر، فعامل علينا بقى كمية تراب كده بتتحدف. غير كمان ان الهوا اليومين دول بقى والتراب وكده، فيعني الحمد لله. هنا بقى نصيحة مني كده، لو انتي ناوية تغسلي حوائط علشان الخطوة دي تبقى سهلة عليكي جدا وعشان تخلصي بسرعة، مادام انتي هتغسلي غسيل جاف كده زيي، فانا النهاردة هغسل الحوائط غسيل جاف. فهتعملي ايه، هتمسحي الحوائط الاول من التراب. تجيبي كده فوطه، قماشه، اي حاجه. انا جبت هنا كيس مخده قديم وحطيته كده في المقشه عشان يبقى اسهل بالنسبه لي. وبدات ان انا امشي على الحوائط كلها، ولو هو اتبهدل منك واتطرب خالص يبقى ايه، غيريه. هاتي حاجه تانية بحيث ان انت لما تيجي تغسلي الحوائط بتاعتك تكون ما فيهاش تراب فما تلطش معاكي. تبداي ان انت بقى تغسلي تلاقي الدنيا بتبقى سهله معاكي وتخلصي بسرعه. فالخطوه دي هتسهل وتسرع معاكي الحاجه اللي انت بتعمليها. عامله بالظبط زي لما بتيجي تكنسي، لو انت مسحتي من غير ما تكنسي مش هينفع. انت عايزه تمسحي يبقى بالخرطوم، ميه وخرطوم بقى، علشان من غير ايه، من غير ما تكنسي. هنا بقى ايه، كيس بيكنج باودر. دي اول فكره معانا. الفكره دي انا عاملاها معاكم من حوالي 4 سنين، 5 سنين كنت حامل في حمزه يعتبر. بعد ما عملتها، تعالى اشرحها لكم الاول. هي انا جبت كيس بيكنج باودر، حطيته على كوبايه خل وحطيته في جردل للمسح زي ما انتم شايفين كده. هحط عليه شويه صابون صغيرين، اي نوع صابون عندك بس يكون سائل بلاش مسحوق. حطيت شويه معطر كده علشان ايه، الدنيا تبقى ريحتها حلوه. وقلبت كل ده، وبعدين هبدأ ان انا اغسل الحوائط بيه غسيل جاف على الناشف كده. يعني مش هغرق بقى الدنيا وكده، لا. هتشوفوا بقى معايا دلوقتي وانا بمسح الحوائط يعني في ثانية. زي ما قلت لكم امسحي التراب الاول، هتلاقي الدنيا معاكي تخلص بسرعة. عايزة اقول لكم بقى ان الخلطة دي انا عاملاها معاكم بتاعت البيكنج باودر دي من وانا حامل في حمزة، يعني كده من اكتر من 4 سنين. قولوا من 4.5 مثلا، من 5 سنين. كنت عاملاها معاكم. وجت بقى يعني بعدها ببص لقيت مفيش، بصوا، ممكن تقريبا 60% من قنوات اليوتيوب بتاعة التنظيف عملوها.
وده دليل طبعا على ان هي وصفة ناجحة، يعني ان هي فعلا بتنظف. بس النظافة بقى ايه؟ النظافة اللي هي النظافة العادية، اللي هو انت عايزة تدي لمعة للحوائط كده وتنظفيها نظافة عادية. اما البقع فالخلطة اللي انا بعملها دي حلوة قوي. ان انت هتحطي كوباية خل مع معلقة كبيرة من الكربونات، ومع كيس كده صابون اللي هو اوكسي، انا حطيت صابون اوكسي هنا، وشوية مية. دي بقى اي بقع في الحيطان هتشيلها لك. طبعا شايفين الخط ده اللي هو ورا الكنبة؟ الخط ده بيبقى مكان الكنبة، مكانت يعني سندة كده على الحيطة. هو مش هيتشال قوي، وده طبيعي يعني، لان الخط ده هو كده من بقاله كتير وهو كده. ده علشان الكنبة بتسند على الحيطة، فخلاص هو ثبت معايا بقى كده. بس هي بصراحة الخلطة دي بتنضف كويس. بس خدي بالك الحوائط تكون من النوعية اللي هي بتتغسل، لان في نوعية من الحوائط ما بتتغسلش. ازاي؟ الحوائط المط مثلا ما بتتغسلش، فانت عايزة تغسلي الحوائط بتاعتك، اعرفي نوعها ايه. الحوائط اللي هي اللي بتلمع هي دي اللي بتتغسل. فانا الحيطان عندي نص لمعة، فنص لمعة بتبقى كويسة يعني. انا هنا بقى ايه؟ قلت هاخد الشباك كمان بالمرة. وشايفين التلطيشة اللي في الشباك دي؟ كنت مفكرة ان هو ملطش من جوه، اتاريه بقى ايه؟ كان في تقريبا ممكن يكون كان حد عندي بينظف قبل كده او حاجة، وفي واحدة مثلا يعني نظفت من بره وسابته متلطش كده. لان انا طول الوقت كنت حاسة ان هو من جوه، وكذا مرة انظف الشباك وبعديها ابص الاقيه ملطش برضو، فاقول افتكر انه مني، افتكر ان انا ما نضفتش كويس. هقول لكم على حاجه، انا ما بحبش انضف الشبابيك من بره بميه. ليه؟ علشان التلطيشه دي، عشان من بره مش بتعرفي تتحكمي كويس، فبكتفي ان انا امسحه بس بقماشه ناشفه. تمام؟ لان كده كده انت هتمسحيه وهيتطرب تاني اصلا تاني يوم، فليه ان انت اصلا بميه من بره؟ فانا بمسح اصلا على الجاف من بره. نخلص بقى الشباك وندخل على تاني فكرة، وهي يعني غريبة شوية بس هتعجبكم جدا. الناس بقى اللي مش عارفة تغسل الانتريه او الركنة بايه، بصوا الليفة المغربية. طبعا لتاني مرة طول الفيديو حمزة عمال يعمل لكم باي باي. بصوا بقى، هتجيبي ليفة مغربية جديدة طبعا، وهتروحي جاية غسلاها في مية سخنة. تمام؟ اغسليها كده كذا، يعني اشطفيها كذا مرة كده علشان لو فيها حاجة من اللون الاسود تنزل في المية. تمام؟ انا لما نزلتها نزلت زي تراب كده. فالمهم ايه؟ جبت عندي منظف فيلفيتا. المنظف الفيتا ده حلو، بدل اللي هو بتاع المقاطعة التاني ده. هو للبقع، يعني لو عندك بقع مثلا في الانتريه او في الركنة هيطلعها لك على طول. انا ما حطيتش حاجة غيره خالص، بليت في مية سخنة الليفة. وبس خدي بالك الليفة ليها ناحيتين، ناحية خشنة وناحية ناعمة. اعملي بالناحية الناعمة، بلاش الخشنة دي. تمام؟ علشان القماش بتاعك برضو مهما كان ايه ما يبصش. فبدأت بقى ان انا اغسل بتاع مبلولة، حطيت عليها زي ما انتوا شفتوا كده الطريقة اللي انا حطيت بيها، اللي هو انا ما غرقتش، حطيت يا دوب بالغطا كده. نزلت اللي هو ايه كام نقطة عليها كده، يا دوب مسحة بس. وبدأت ان انا انضف. عايزة اقول لكم نطفت ما شاء الله. ورغم ان اللي كان مدلوق هنا اصلا كان حمزة دلق لي زيت زيتون دلقهولي على الكتف ده. نضفته في وقتها بسترس، شال شوية يعني، بس حسيت ان هي بعد فترة بقى ايه عملت بقعة كده، فقلت هنضفها معاكم. طبعا شرط لازم مية سخنة عشان تنضف كويس، يعني مية سخنة بأقصى، يعني بصي أقصى حاجة تتحملها ايدك كده. هنا بقى الفكرة التالتة في المطبخ. لو انت عايزة بقى تنضفي حوائط المطبخ كده بطريقة سريعة، بس شرط ان انت تعمليها بالطريقة اللي هقولك عليها دي. هتجيبي الزعافة، ولو زعافة قديمة عندك مفيش مشكلة احسن، علشان ما تبهدليش الزعافة الجديدة يعني. السلك وانت بتلفيه حاولي ان انت تشديه جامد، تمام، على الزعافة علشان ما يفكش منك. وحاولي ان انت ما تحطيش سلك كمان كتير زي ما انا حطيت كده، حاولي ان انت تقلليه شوية. يبقى السلك، طبقة السلك تكون خفيفة شوية، ما تكونش تقيلة. انا بعد كده خففتها لما حسيت ان هي تقيلة. ليه؟ لما تكون تقيلة هتنزل معاكي، تقع من الزعافة. فكده هتمسك كويس لما تبقى خفيفة، وتشديها كويس على الزعافة.
انا يمكن حتى ما كنتش شدها قوي، شدتها جامد بقى بعد كده وانا بنضف. بصوا بقى، انا هنا هخلع الشفاط، والخلطه اللي انا عملتها دي على طول بعملها معاكم: معلقه كبيره ملح ليمون، معلقه كبيره كربونات، وشويه صابون مواعين مع الميه. عايزه تحطي شويه خل مفيش مشكله، بس عامه هي كده لوحدها بتنضف جدا جدا جدا. وناقص لي الجزء التاني ده بتاع الشفاط، نسيت اخلعه في وقتها، بس يعني ايه، تاني يوم رحت جايه خلعاه. وانا بغسل الشفاط، مش هغسل بقى الشفاط معاكم علشان يعني انا غسلته معاكم كتير، فانا النهارده بجيب لكم بقى ايه الافكار اللي هي اللي انا ما شاركتهاش قبل كده معاكم. رغم ان وصفه البيكنج باودر بقول لكم مشاركاها من 5 سنين، بس طبعا الفيديو بتاعها اصلا اتحذف مع كل الفيديوهات اللي اتحذفت زي ما انتوا عارفين. بعد ما نضفت بالطريقه دي، طبعا الدهون في لمح البصر انت اصلا مش هتلاقي دهون خالص على الحوائط. هتروحي جايبه بقى ايه شطفه. وعلى فكره نسيت اقول لكم ان انا لما غسلت الحوائط بتاعه الصاله برضو غيرت الميه وجبت ميه جديده نظيفه خالص من غير اي حاجه، وبرضو مش مسحت الحيطان طبعا تاني. انا هنا بعد ما نضفت الحوائط كلها رحت جايه حاطه شويه ميه في الجردل، وجبت الموب، ورحت جايه منشفه المطبخ كله بميه نظيفه بقى، اللي هو علشان ما اخليش صابون على الحوائط خالص. قولوا لي بقى ايه اكتر فكره عجبتكم في التعليقات كده، وحطوا لي لايك على الفيديو لو حسيتوا ان هو مفيد، وشاركوه مع اصحابكم. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. كل سنة وانتوا طيبين.